أهلا بكم. تخيلوا هذا المشهد: ضربة عسكرية تهز أحد أهم الموانئ النفطية في إيران، وتحديدا في جزيرة خرج. في الوقت نفسه تتصاعد التهديدات بين طهران وأمريكا، بينما المنطقة بأكملها تتابع المشهد بترقب. لكن القصة لا تتوقف عند الصواريخ والطائرات. في الخلفية هناك روايات أخرى تنتشر في الإعلام وفي الشارع، حديث عن صمود، عن مواجهة مع الغرب، وعن عالم من النخب السياسية المتشابكة في فضائح مثل قضية جيفري إبستين. فما الذي يحدث فعلا؟ وهل نحن أمام حرب عسكرية فقط أم حرب على الرواية والوعي أيضا؟ أنا جميل عاطف، وهذه الحلقة الأولى من بودكاست ما لا يحكى. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. في عالم السياسة ليست كل ضربة عسكرية مجرد عملية ميدانية. عندما تستهدف مواقع حساسة مثل جزيرة خرج، فإن الرسالة لا تكون عسكرية فقط، بل اقتصادية وسياسية أيضا. هذه الجزيرة ليست مجرد قطعة أرض في الخليج، إنها أحد أهم شرايين تصدير النفط الإيراني. بالنسبة لخصوم طهران، استهداف مثل هذه المواقع يحمل رسالة واضحة: الضغط يمكن أن يصل إلى قلب الاقتصاد الإيراني، لكن داخل إيران يتم تقديم الصورة بطريقة مختلفة تماما. الخطاب الرسمي يحاول تحويل كل ضربة إلى دليل على أن البلاد تقف في مواجهة مباشرة مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة. وهنا تبدأ حرب السرديات. منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979 بنت القيادة الإيرانية جزءا كبيرا من شرعيتها على فكرة واحدة: الصمود في وجه الهيمنة. لذلك نلاحظ نمطا متكررا في خطاب المسؤولين الإيرانيين. حتى في أوقات القصف أو التهديدات يظهر القادة في الإعلام ويؤكدون أنهم لا يخشون المواجهة ولا يخافون الموت. هذه الرسالة ليست موجهة فقط للداخل الإيراني، بل أيضا للمنطقة بأكملها. الهدف واضح: تحويل الصراع من مسألة ميزان قوة عسكرية إلى مسألة إرادة وصبر طويل. وفي كثير من الأحيان هذا النوع من الخطاب ينجح في خلق صورة سياسية قوية حتى عندما تكون الظروف الميدانية معقدة. السؤال: لماذا يتابع الشرق الأوسط هذه المواجهة باهتمام كبير، بل وحتى الغرب؟ الشرق الأوسط منطقة عاشت خلال العقود الماضية سلسلة طويلة من الصدمات السياسية والعسكرية: حروب، تدخلات خارجية، أزمات اقتصادية، وصراعات إقليمية. وسط هذا المشهد أصبحت أي مواجهة بين قوة إقليمية وقوة عالمية حدثا يتجاوز حدود البلدين. فالموضوع بالنسبة لكثير من المتابعين ليس مجرد صراع بين دولتين، بل جزء من سؤال أكبر: من يملك النفوذ الحقيقي في المنطقة؟ وهل يمكن لأي دولة في الشرق الأوسط أن تتحدى النظام الدولي القائم؟ هذه الأسئلة تجعل كل تطور في الصراع بين إيران والولايات المتحدة يتحول إلى مادة نقاش يومية في الإعلام وعلى مواقع التواصل. لكن هناك عنصر آخر يضيف طبقة جديدة إلى هذه السرديات: إنه أزمة الثقة في النخب العالمية. عندما تفجرت فضيحة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، لم تكن مجرد قضية جنائية داخل الولايات المتحدة. القضية كشفت شبكة واسعة من العلاقات مع سياسيين ورجال أعمال وشخصيات نافذة حول العالم. ورغم أن كثيرا من الادعاءات التي انتشرت لاحقا بقيت محل جدل ولم تثبت بالكامل، فإن تأثير القضية كان كبيرا، لأنها غذت شعورا متناميا لدى الكثير من الناس بأن النظام الدولي لا تحكمه فقط المؤسسات الرسمية، بل أيضا شبكات مصالح ونفوذ خلف الكواليس. وهنا تحديدا تبدأ القصص المختلفة بالالتقاء في الخطاب السياسي لبعض الجهات. يتم وضع صورتين جنبا إلى جنب: قادة يتحدثون عن التضحية والصمود في مقابل نخب عالمية
متهمة بالفساد أو الفضائح. سواء كان هذا الطرح دقيقا بالكامل أم لا، فإنه يملك قوة هائلة في تشكيل الرأي العام. في النهاية قد تبدو هذه المواجهة وكأنها صراع عسكري أو دبلوماسي فقط، لكن الواقع أكثر تعقيدا. نحن أمام معركة متعددة الطبقات، طبقة عسكرية، طبقة اقتصادية، وطبقة إعلامية ونفسية. كل طرف يحاول أن يروي القصة بطريقته. الولايات المتحدة وحلفاؤها يركزون على الضغط والعقوبات وإضعاف النفوذ الإيراني، أما إيران فتحاول تحويل الصراع إلى قصة مقاومة وصمود في وجه قوة كبرى ظالمة. وبين هاتين الروايتين يجلس ملايين المتابعين في الشرق الأوسط وفي العالم ويحاولون فهم ما يحدث فعلا. ربما السؤال الأهم ليس فقط من سيربح هذه المواجهة، بل سؤال آخر أكثر عمقا: من سينجح في فرض روايته على العالم؟ لأن التاريخ يخبرنا بشيء واحد: الحروب لا تحسم فقط في ساحات القتال، بل أيضا في العقول والقصص التي يصدقها الناس. كانت معكم جميلة عاطف في بودكاست ما لا يحكى. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا المتابعة ومشاركة هذه الحلقة، لأن الحلقة القادمة قد تكون عن قصة أخرى تهز السياسة العالمية. إلى اللقاء.